انا بقول للمهندس انت مش غلط ان انت قدمت عن طريق واسطه، بس هو الواسطه كل اللي عمله ان فتح لك باب انترفيو، ما فتحلكش باب توظيف. صح. يعني ده مستحيل، يعني خلاص انت اعتبره باب رزق، ربنا سبحانه وتعالى ادالك سبب ووصلت للباب، بس عمرك ما هتكمل لو انت بقى مش شاطر ولا ذاكرت ولا توفقت لان في الاخر مهما كنت الشركه عايزه فلوس. صح. انت دخلت لي زودت لي الانكم بتاعي ونجحتني وزودت لي الارباح، هتكمل. بالظبط. غير كده لا، اوعى تفتكر انك عشان طبع فلان انا هكمل. فيعني لكن طبعا مش ده الفير، مش ده الاصل. الاصل ان انا بسعى. من ضمن السعي بتاعي ان زي ما قلت انا لما حضرت السيفيات هروح اقدم في كل الشركات، مجرد ما اتخرجت وبقى معايا الشهادات بتاعتي وبقى معايا شهاده التخرج فورا على كل الشركات هروح على الويب سايت واقدم، هشوف اعلان وظايف وهقدم، هشوف الشركه نفسها هروح لها لغايه عندها وهقدم. هشوف بقى لو حد فلان اعرف مهندس او اعرف دكتور او اعرف محاسب جوه الشركه هقول له لو سمحت خد السي في قدم على طب طول. احنا حضرتك قلت هنقدم لو هم منزلين او هم مش منزلين. هم منزلين خلاص، هم هينزلوا على الويب سايت فانا هخش خلاص، انا جاهز بالحاجه. مش هم بقى مش منزلين، هعرفها ازاي؟ ما هو مش منزلين، ما هو انت بقى يعني اولا انت في على الويب سايت في ويب سايتس كتير. طب يعني خلينا استاذنك ثانيه يعني نقفل بس فكره خلاص انا بقى عندي السي في بكل مراجعه، عندي الشهادات بكل مراجعها، عملت التمبلت حضرتها، حطيت قدر المستطاع كل الكي ووردز المطلوبه للوظيفه اللي انا اخترتها لنفسي. تمام. انا قلت خلاص لو توظفت مهندس حفر هحط الكي ووردز بتاعت 1 2 3. جبتهم منين؟ جبتهم من السنين اللي فاتت، من طلبات قبل كده، من الويب سايت، من الهيستوري اللي انا عملته. انا لازم اتعب. الموضوع مش سهل. ده اللي انا عايز اوصله اصلا. الفكره بتاعت البرنامج كلمه فكره لبكره، انا عايزك تبقى انت بلانا هيد، ما تبقاش الستاندر اللي هو بيسموه ايه، الموظف الروتيني العادي اللي بيعمله في لا انا مش عايزك كده. انا عايزك تبقى انت داخل وعندك هدف لقدام. طب الهدف ده هتجيبه منين لو انت ما تعرفش اصلا، لو انت لا دورت ولا فكرت ولا تعبت ولا عملت اي حاجه؟ صح؟ لازم يكون دارس اللي قدامه. يعني فانت هتدور الشركه وهتبحث قبل كده الوظائف اللي قدمتها ايه، يسال على الناس اللي شغاله جوه، حاول توصل لناس شغاله خد رايهم. الناس دي خلاص اشتغلت فهيقول لك حاجات انت ما سمعتهاش، يقول لك والله دول كانوا عايزين كذا وطلبوا قبل كده كذا وعملوا كذا وسووا كذا. اتعب في الحكايه دي. انت هتبدا تاخد الكي ووردز منهم. ده اللي انا عايز اقوله. بس السي في بتاعك عشان تحط الكي وورد لازم تعرف تدرس كل وظيفه ايه اهم كلام بيدوروا عليه، ايه اهم وظائف، اهم سكيلز، اهم مواد علميه، اهم مواد تدريبيه، اهم مواد خبره انت اكتسبتها في اثناء الحياه. ومن هنا تكتسب الكي وورد بتاعتك، تكتب قدر المستطاع. وغير الكي وورد الديفولت بتاعتك اللي هو انا خريج كذا، انا سني كذا، انا متجوز ولا لا، انا مخلص جيش ولا لا، الجنسيه، انا الجنسيه طبعا، انا ايه، انا مقيم فين، انا معايا صح. احنا من ضمن الشهادات المطلوبه جدا لو انت معاك جواز سفر باسبور وعندك فيزا او اقامه في اي دوله تانية، دي حطها، بتفرق مع ناس كتيره جدا. عندك مثلا مش عارف فيزا في السعوديه، عندك فيزا في دبي، عندك فيزا مش عارف هتفرق دول اوروبيه من دول الشرق الاوسط لو عندك في اي مكان. لان في بعض الوظائف يقول لك بشرط انه يكون حامل او يعني مسموح له انه يحضر انترفيو، او على الاقل انه لو حصل له توظيف انا معايا على الاقل 3 4 شهور على بال ما اخلص له اجراءاته وورقه وحاجته. فانت هتوفر له الكلام ده كله. فلو معاك اي حاجه تميزك عن غيرك حطها. احنا بنحاول نلم كل نقط السي في اللي تيجي في بالك واللي ما تجيش. ممكن انت النهارده ما فيش، ما عندكش، يمكن ربنا كرم بعد 2 3 سافرت وبقى عندك، تفتكر كلمتي تقول لي المهندس محمد قال لما يبقى عندي فيزا احطها فتحطها. ساعتها بعت لنا بس تذكره ذهاب وعوده. نيجي نزورك هناك ولا حاجه. خلاص يبقى احنا كده عرفنا لمينا وعملنا السي في التمبلت وعمل. نيجي بقى خلاص احنا جاهزين النهارده اهو ان احنا نقدم. ناخد بقى نرجع بقى للسؤال اللي احنا قلناه، نقدم امتى لو هو طلب وامتى ما طلبش، صح؟ هو النهارده طبعا لو طلب خلاص، انا لو في اعلان توظيف يا شباب لو سمحتوا اعلان الوظيفه بتاعتي، هاخد منه اهم حاجه، هراجع الاعلان كويس جدا وهدرسه كويس جدا بالله عليكم عشان خاطري والله انا جربت بلاش فكره وي ار هايرنج وبس.
واخد الايميل واوصل عشان في شغال كلام طباخ. بيتكتب في الاعلان والله، اللي هو عارف انت فيو بور دي، عارف بور ديتيلز مفيش حد بيضغط عليها، انت بتاخد مجرد مطلوب ما هم خليك. كمان يا هندسة بيبص على أول 30 ثانية من الإعلان. لا انا حر، انا مش هم بيبصوا على 30 ثانيه في السي في، ده حقهم لانه هيعرف ودي منه كل ممكن حاجه. ثقافة أو عادات، هم مفيش الوعي الكافي للحتة دي. ما الله ينور عليك، انت قلت حلوه كلمه حلوه قوي، ان احنا عايزين نوعي الناس، بالظبط. نوعي والله الطلبه الخريجي اللي لسه شغالين بقالهم كام سنه، او اللي شغالين بس ما مروش بالحاجات دي كلها، خليه يقرا كويس جدا الاعلان. ليه؟ هيستفاد ثلاث حاجات. رقم واحد، هيستفاد الكي ووردز اللي احنا بنتكلم عليها. الكي وورد مهمه جدا، هو اصلا كاتب لك انا عاوز ايه، فصدقني اللي هو كاتبه في الاعلان حطه في الاي تي اس بتاعه. هو كاتب ان انا عايز مثلا سن من كذا لكذا، حط سن. عايز ناس جنسيات معينه، او معاهم فيزا معينه، او معاهم مم. اقامه يحطها. عاوز خريجي شهادات 2001 معينه، مثلا. ماشي. خريجي سن معين، وخريجي شهادات. يعني مثلا ممكن يقول لك انا عاوز هندسه مثلا تكون بترول وميكانيكا وجيولوجيا، فهو كده يبقى هو عايز هو يعرف انت خصص مهندس ايه، مثلا تخصص ايه. عاوز مهندس بترول حفر، يبقى ممكن يقول لك حفر وخزانات، حفر ومش عارف ايه، او ممكن يقول لك خزانات وانتاج. يبقى هو حدد لك حاجات انت لو كتبتها دي موجوده في الكيورد. صح. زي ما انت قلت دفعه من مثلا الخمس سنين الاخرى، فانت حط دفعه رقم كذا وحط السن بتاعك. يبقى هو وعايز مثلا تكون مخلصين جيش، مم. ما تروحش تقول لي ده انا لسه والله ده انا عندي فتره تاجيل وبعد كده هرجع ادخل جيش. ما انا مش ما انا حاطط في الكيورد بتاعت الاعلان، حاطط خبرته ما تقلش عن كذا، او يكون حاصل على كذا، او معاه كورسات كذا، كل دي حطها. يبقى انا باخد من ماشي. الاعلان الكي ووردز، حلو. يبقى اقراه. نقراه. ماشي، حلو. اختبرك. بالنسبة بقى لحاجة مهمة جدا، هل في الإعلان لما بيجي ننزله يقول لك أنا عايز خريج يكونش يعني ما يكونش أقل خبرة، أقل حاجة سنتين مثلا، أجيب كخريج إزاي سنتين؟ إيه الخبرة اللي تعمل لي سنتين وأنا لسه طالب وبتخرج؟ هل التدريبات دي خبرة بالنسبة لهم؟ لا هو مفيش اعلان كده، خلينا بس نكون ان معظم الناس بتفهم الاعلان ان هو خريج، يعني خريج السنه ومعاه خبره سنتين، فبتتقال ازاي يعني؟ زي يقول لك حديث التخرج ذو خبره 10 سنين. لا لا يبقى أنا من الناس اللي لا ما بتبصش تحت. لا هو ما بيكونش طالب كده. يعني انت لو قريت الاعلان لو قال لك حديث تخرج او فريش جرادويت مش هيطلب خبره. يعني هو اصلا حدد ان انا عايز طلبه لسه خارجين. وكمان في ناس يعني يقول لك حديث التخرج مثلا ولا يزيد الدفعه عن ثلاث دفعات قديمه. طب ما الثلاث دفعات القديمه ده ممكن يكون اشتغل، بس هو غالبا بيتارجت الناس اللي كمان ما اشتغلتش. انك ممكن تكون اتخرجت بقالك 3 سنين، ربنا يحفظ ولادنا واخواتنا كلهم انهم يتخرجوا ويشتغلوا على طول يا رب. ممكن تكون قعدت 3 سنين ما اشتغلتش، او ما اشتغلتش في الكارير، فساعتها هو بيتارجت الناس دي. حلو. او ممكن يكون مستعد انك تكون اشتغلت حتى لو معاك سنتين خبره، بس انا اقبلك كفريش جراد. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت على ايه؟ كلمه فريش جرادويت غالبا بتكون في الكاتيجوري بتاع التعليم والسالري، فهو عارف برضو انك لو اشتغلت سنتين هتقبل السالري المرتب اللي انا هديهولك. يعني لا يعني حاجات. لكن لو قال حديث تخرج خلاص يبقى انت مقبول انك تروح من غير خبره. لكن احنا اتفقنا ان خبرتك هي الكورسات اللي انت خدتها، المواد اللي انت درستها، السمر تريننج بقى، اي تدريب، اي منحه، اي كورسات اخدتها، اي انترشيب خدته، كل الكلام ده دي خبره جوه الخبره. مم. تمام. فلا يعني ما تقلقش انت، بس اهم حاجه فعلا والله نقرا الاعلان كويس جدا خلاص، ولما يكون في مور ديتيلز او فيو مور عشان خاطري اضغطها واقراها للاخر، مش هي دي اللي هتريح دماغك. ولو في حاجه في الاعلان هتخليك تعدل السي في عدله، عشان خاطر بلاش الناس اللي كل اعتمادها على الموبايل. السي في عندي على الموبايل على اي كلاود مثلا، ولا على اي اتاتشمنت انا حاطه او موجود في ايميل، واروح ادخل الايميل الشخصي بتاعي واروح اعمل له اتاتش، وانا فلان الفلاني في معايا كذا، واعمل بليز فاين اتاتش وسند. لو سمحت، احنا اتفقنا ان احنا حاولنا نعمل احتياطنا في السي في اللي احنا عملناه من المره اللي فاتت لغايه صح. المره دي قدر المستطاع. بس خلي بالك السي في ده مش لاي اعلان توظيف، السي في ده للي مش هيعلن. انا وده دي اللي احنا كنا لسه هنتكلم عنها، اللي هو ايه؟ الشركات مش عامله اعلانات توظيف، حلو. بس بتعمل حاجه اسمها داتابيز، سي في داتابيز عندها. بيقول لك يعني، ودي شركات كتيره جدا بتعملها، بيكون يقول لك انا اجمع ناس ابن ريكوست.
يعني انا من الصبح عاوز ناس، طب ما نبص على السي في الداتابيز اللي عندي قبل ما اعمل اعلان. اصل خلي بالك اعلان توظيف في الشركات بياخد بروسيس، مش اللي هو موظف بياخد قرار فيعمل بوست وينشره. مفيش الكلام ده. مم. ده لازم علشان يعمل اعلان توظيف ياخد بروسيس مع المانجمنت عشان ياخد ابروفال، ياخد موافقه من مانجمنت معين ان انا هعمل رسمي ايوه. اعلان توظيف، وهجيب فيه يوم رسمي تاني للامتحانات، ويوم رسمي تالت لاعلان النتيجه، ويوم رسمي رابع للبروسيس، وده بيحصل. لكن في بعض الاوقات الشركات بتتصل بالناس اللي عندها من غير ما تعمل اعلان توظيف. فمن هنا يحصل فكره ايه؟ اقدم السي في. مم. خلاص، يبقى انا التمبلت بتاعتي اللي انا مجهزها لكل وظيفه وتارجت بيها شركات معينه، انا محضرها. حلو. اتخرجت في اعلان وظائف، اروح اتوكل على الله. طب ما فيش، ما استناش، اقدم برضه. هقدم بكل الوسائل الممكنه. بص انا عايزك كده تعتبر نفسك في مباراه، وانت خلاص البلاس 90 بتاعتك خلاص، انت المباراه خلاص قربت تخلص، وده الوقت الضايع اللي بتجري فيه تلحق تعمل كل مجهود عشان تعمل كل حاجه. تبدا اولا تدخل على الويب سايت بتاع كل الشركات بلا استثناء اللي فيها مكان للابلكيشن، وده غالبا كله موجود في الويب سايتس بتاعتهم كلها. هيقول لك ايه؟ الوظائف الشاغره، صح كده؟ مم. الافيلابل ايه، الافيلابل جوبس بتاعتك. كويس. فانت هتدخل عليها تعمل ابلاي، او تدخل تكاري تقول لك اعمل كريت ابلكيشن او ابلاي الابلكيشن بتاعتك وكريت بروفايل، يكون عندك يوزر نيم وباسورد وشغال بيه، وتعمل ايه التشيك للالرت بتاع الجوبس. حلو. يقول لك انا لو عندي جوب الرت بتاعي، لو عندي اي جوب ظهرت ابعت لك، ابعت. ودي بتبقى مهمه جدا وحلوه جدا. حلو. فخلاص انا كده عملت كل حاجه على الويب سايت، رقم واحد. ماشي. رقم اتنين، في ادخل على الويب سايت الاقي الاتش ار ليه ايميل. حلو. حلو. اخد الاتش ار واعمل اتاتش للايميل بتاعي، واكتب فيه الديسكريبشن بتاعي في السبجكت وفي البادي بتاع الايميل. يبقى السبجكت انا مهندس حفر، يبقى اكتب كده مهندس حفر سي في. اه. حلو. يبقى انا عندي ابقى فاهم الايميل ده بتاع ايه. ما هو انت صح. ممكن ايميل تقول هاي سير مثلا، ودي بالظبط. بتحصل. او ايميل جود مورنينج تكون حافظ في السير. او ايميل كريم خالد. ايوه، ما هو انا في نفس اللحظه جاي لي 20 او 50 او 100 او 1000 ايميل في هعرف الشغل بقى، انا ازاي؟ بتكلم على صح. الشغل. خلي بالك كمان في معظم الشركات بتحط الايميلات اللي بره الاوفيشال تحطها في السبام، وممكن ما اشوفهاش اصلا في يومها، اشوفها بعدها ب 10 ايام، ب صح. 20 يوم، وممكن ما اشوفهاش، ممكن تبقى تراش وتتمسح. مم. خلي بالك من التركات اللي انا بحكي فيها دي، التركات دي مهمه. هو المفروض كل واحد يتفرج دلوقتي يمسك ورقة وقلم ويكتب: انا هسمع الفيديو في البيت مع كوبايه الشاي، اسمع الباشمهندس وهو بيتريق عليا وبيطلع غلطاتي عشان اصلحها. ماشي، بس يعني ايه، ممكن نخليها كابتشينو بقى، بلاش شاي. كابتشينو. اه، كركديه ولا بقى. انت ما يكونش بلاك بقى. حلو. فاحنا ايه، احنا دلوقتي بنحط التريكات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها دي حقيقة. وبتقع فيها. يعني ناس كتير بتكون مفكر انها مقدمه وهي ما قدمتش اصلا. بالظبط. خلاص. فاحنا اتفقنا الشركات اللي ما قدمتش، انا خلاص عندي ويب سايت، عندي ايميل هبعته، اكون حاطط في الايميل خلاص انا عايز اسم الوظيفه سي في، المهندس كذا سي في. لو انت خبره اكتب مهندس خبره، يعني مهندس خبره، مهندس حبر خبره بس في مثلا سي في. السبجكت ما بكتبش اسم، بكتب بس انا الوظيفة المهنية ايه مثلا. الله، انت كده خدت كده حلو السؤال، انت كده مصحصح معايا يا كريم. حلو. لا نتفق على. فاكر المره اللي فاتت لما قلت لك مهم جدا نعمل اوفيشال ايميل اه. يكون باسمك؟ ايوه. هنا بقى انت فهمت انا عايز يبقى ايه. هو من الايميل هيعرف انت من اسمي. الايميل مكتوب كريم دوت خالد بس، حلو. يبقى ده اسم، بس وجنب السبجكت السبجكت هو بتاعك مكتوب ايه؟ الوظيفة مهندس حفر. بس. انا كده ربطت الاثنين. لانك لما تعمل لي ايه 365 مش عارف دوت كوم، انت كده انا ما عرفتش ده مين. بالظبط. ومهندس يعني لما احتاجك هروح لك. دي خلاص. حقيقة. يبقى انا كده عندي ايه، عندي الحته دي. حلو. أوي. خلاص، حلوه كده حلو كده. يبقى احنا كده فهمنا الاسم موجود والكارير بالظبط. حلو. وسي في. لان انا ما عملتش ابلاي للجوب. الجوب نفسه لما يبقى في عندك بوست للجوب، اعلان توظيف، غالبا بيبقى ليه اسم. يقول لك مثلا ايه، مطلوب مهندسين حفر، او وممكن في بعض الحاجات البروفيشنال قوي يكون مكتوب لك كود الجوب. امم. حلو. فانت لما تيجي ساعتها تقدر تعول على الكود ده انك تقول
انا مهندس حفر للوظيفه رقم كذا او الكود رقم كذا، ايوه، يبقى دي الشركه دي عامله كاتيجورايز عشان للايه، اللي تبع للمكان. الكود ده هياخده هنا. بالظبط. بالظبط. او على الاقل خلاص انا لما اقول لك انا مهندس حفر وانت عامل اعلان مهندس حفر، هتبقى متوقع ان انت باعت لي السي في مم. بتاعك عشان. لكن انا بتكلم في الاوقات اللي ما فيهاش اعلان وتوظيف. فانا كده خلاص، انا كده سيفت نفسي ان انا قدمت عن طريق الويب سايت، عن طريق ايميلات. حلو. ابدا اتواصل مع اي حد شغال في الشركات، موظفين، الناس في الاتش ار، مهندسين، ناس في المحاسبه، ناس في المانجمنت، ناس في اي الاداره. حد اقدر اوصل. اقدر اوصل له، اعرفه عن طريق اصحابي، عن طريق الدفعات القديمه. ما انا عندي دفعات اتخرجت من الجامعه، صح. المفروض اساميهم موجودين، الدكاتره يعرفوهم. اعرفه عن طريق الدكاتره. الدكاتره يا اخوانا، الدكاتره تعرف ناس كتيره جدا.